بركاته. وصفة جديدة. اليوم جبت لكم فطائر كيجيو غزالين، فطائر رمضانية ان شاء الله. رجاء رمضان غنبغيو وصفات اللي نحطو في الطابل في المائدة الرمضانية ديالنا ان شاء الله. الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة. نتمنى ان الفيديو يعجبكم وجربوا الوصفة، راه رائعة جدا. غتعجبكم ان شاء الله. ننتقلوا المقادير. غندير 4 الكيسان ديال الدقيق. نتوما على حسب الافراد ديال العائله، كل واحد والكميه اللي غادي يصايب. مهم المقادير تكون هي هذه، كل ما زدتي كميه زيدها في كل شيء في كاع المقادير. وغندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره ديال العجين على حسب الجو. الا كان بارد بزاف ديروا 2 معالق صغار ديال الخميره، الا كان متوسط ديروا غير معلقه وحده. ونديرو معاهم شويه ديال سنيده، معلقه ديال سنيده باش كتعطي داك اللون للفطائر. وبطبيعه الحال انا ديما في الوصفات ديالي نديرو كاس ديال الحليب. في الوصفات ديالي دائما كندير معلقه ديال الخل باش كيعطي داك باش كيجيو الفطائر خفافين، كيجيو غزالين بزاف. وكنجمعو كنضيفو الماء دافي، نبقاو نجمعو العجين ديالنا حتى كيولي ما تخليوش يكون قاصح بزاف. زيدوا مع المقادير، زيدوا مع نص كاس ديال الزيت. انا نسيت الزيت حتى الاخر عاد زدتو. من الاحسن انكم ديروه مع المقادير، سواء زيت المائده او زيت البلديه او زيت الزيتون. كنجمعوا العجين ديالنا، ما يكونش قاصح بزاف، يكون مرطب شويه. نديرو ليه سلوفان نخليوه يرتاح بين ما وجدنا المقادير الاخرى. الحشو ديالنا غندير فيه، انا درت خيزو، قرعه، بصله، كل واحد وشنو اللي متوفر عنده. انا كنديرهم في الروبو، كنطحنهم دغيا بلا ما نبقى نضيع في الوقت. كندير كلشي دقه وحده. درت ليهم في العطريه كمون، بصار، قزبور، حبوب مطحون. ودرت حتى شويه ديال العطريه ديال الحوت، حيت غنعمرهم، غنزيد معاهم الطون دونك باش يكون عندهم داك المذاق زوين ديال الحوت. غنمشيو للعجين بعد ما ترخف، غنقطعوه دواور. مشى ليا الفيديو، طفى ليا التليفون، ما قدرتش نصور المقطع اللي كنت كنعمر فيه الفطائر، ولكن راه ساهلين جدا. انا غنقول لكم شنو درت ليهم. كيف ما كتلاحظوا في دواور ديروا كويرات صغار، كتدلكوا الجوانب، ما تدلكوش الوسط باش كيبقى شويه شاد من نبغيو ندلكوهم من بعد الحشو ما يتقطعوش لينا. من موراها كنحطوا الحشو ديالنا الوسط، وكنجمع عاوتاني باش يرجعوا بحال الكره. كنحطوهم على جانب حتى كنساليو كلشي، وكندلكوهم شويه كيف ما كتلاحظوا. من بديت كنطيبهم كيف ما كتلاحظوا في التصويره راه جاو على هذا الشكل. والسر ديالهم هو انكم من قبل ما تطيبوهم شعلوا على المقله تسخن غير شويه ماشي بزاف. من بعد نقصوا العافيه، تكون عافيه متوسطه، وبقاو تقلبوا فيهم، بقاو تقلبوا في الفطائر باش كيجيو كيتنفخوا الاولى وكيجيو طايبين مزيان من الداخل، ما كيجيوش معجنين. ودائما انا كنرش بشويه ديال الزيت باش كيعطي داك اللون رائع للفطائر. دونك خذوا وقتكم من تبغوا طيبوهم باش ما يجيوش معجنين من الداخل. انا كيف ما كتشوفوا راه كنقلب فيهم وجاو زوينين بزاف. ايوا نتمنى الفيديو يعجبكم، جربوا الوصفه راه جات رائعه بزاف. وبصحتكم وراحتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.